الملاحظ ان هذا الشارع محمد الخامس اللي ما كيعرفوش الناس البيضاويين بزاف، هو انه شارع متميز، يمكن الى في العالم العربي وفي افريقيا كامله وحتى ربما في اوروبا على حسب التصميم الهندسي ديالو، بحيث ان كل عماره على حده عندها مهندس ديالها وعندها تصميم خاص ديالها وتم البناء ديالها وفق معايير خاصه بالضبط. هذا اعجاز او ابداع فرنسي ارتأت فرنسا في ايام الاستعمار انها تخلق من شارع محمد الخامس واحد تحفه فنيه، وللاسف هذا المعطى ما تيعرفوش الكازاويين والمغاربه بزاف بقدر ما ان كيعرفوه الاجانب خصوصا الاوروبيين اللي مهتمين بالهندسه والمعمار. يعني البيضاويين كيتسائلوا انه ملي كيجيو لشارع محمد الخامس شحال من واحد هز راسو وشاف هاد المعمار ديال هاد العمارات كل وحده كيفاش مبنيه وكيفاش الطريقه ديالها يعني كيفاش التصميم، كيفاش كاين واحد الاختلاف كبير، ولكن في النهايه كاين تناسق ما بين هاد البنايات كامله اللي كتعطينا فعلا ميزه ديال الشارع اللي سميتو محمد الخامس.